انا اللي قلت لها نحط له السم في الاكل وهي وافقت على كده. وبعد كده احنا رشينا السم على الجاتوه بحيث يبان انه شوكولاته متزين بيها الجاتوه، وقعدنا نخنق فيه وما سيبناهوش الا وهو قاطع نفس. بشاعة قضية النهاردة مش في الحدث ذات نفسه، لأن في يوم واحد قطعة جاتوه وخيط رفيع كشفوا كل حاجة، فقضية الوصف الأمثل للجناه فيها العقربة والخسيس. والسؤال المهم، يا ترى إيه أصل الحكاية؟ قضية النهاردة من محافظة الجيزة، وتحديدا في قرية الودي التابعة لمركز الصف. تبدأ أحداث قصتنا سنة 2024 لما مستشفى بتبلغ الشرطة بحالة وصلت متوفية وإن في شبهة جنائية. بس في الأول وكالعادة عاوزين نصلي على النبي، وخليك فاكر إن بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. البداية كانت مع أحمد صلاح أخو الضحية اللي كان قاعد مع أصحابه على قهوة قريبة من البيت. وقبل لحظة البداية هنرجع بالزمن عشان نتعرف على الأحداث والشخصيات، وأولهم الضحية كامل صلاح راشد، واللي تقريبا عمره وقت الأحداث 30 سنة، وأخوه الأكبر أحمد صلاح راشد. وأحمد ما كانش بس هو الأخ الأكبر لكامل، ده كان بيعتبر إن كامل ابنه. عشان كده لما أحمد جاله عقد عمل وسافر يشتغل في السعودية بعت لكامل أخوه عشان يبقى معاه. كامل كان شايف إن أحمد هو المثل الأعلى والقدوة، ومش هنقول إنه كان بيقلده في تصرفاته، بس كان شايف انه طول الوقت قراراته صح وانه شخص مثالي. فنقدر نقول ان كامل الاخ الاصغر كان منبهر باحمد اخوه الكبير، ويمكن ده كان بحكم ان بينهم 10 سنين فرق، غير ان اخوه واقرب الناس ليه سواء قبل السفر او حتى في الغربه اللي زودت ارتباطهم ببعض. وبيجي الوقت اللي احمد بيقرر فيه انه ينزل اجازه عشان يتجوز، وبعدها بكام سنه وتحديدا سنه 2019 كامل بياخد نفس الخطوه ويقرر انه يتجوز، وما يعرفش ان قراره ده كان بدايه النهايه. أحمد وكامل أغلب الوقت مسافرين ومش موجودين في البيت، بس كل واحد سايب مراته وحاسس بالأمان لأنهم في بيت واحد. وفي شهر مايو سنة 2023 أحمد الأخ الأكبر بينتهي العقد بتاعه في السعودية، فبيقرر إنه ينزل ويستقر في مصر بشكل نهائي، وكده كامل يفضل في السعودية لوحده. وصحيح إن كامل كان هناك ليه أصدقاء ومعارف، بس ما كانش قادر يتحمل العيشة هناك من غير أحمد أخوه الكبير، فبيقرر إنه يرجع لمصر ويستقر هو كمان. بعض المصادر قالت إن عقد كامل كان انتهى، ومصادر تانية قالت إنه مرجعش تاني برغبته، خصوصا انه كان في الوقت ده ربنا رزقه بطفلين، الكبير كان عمره 3 سنين والصغير عمره سنة، فقرر انه يستقر في مصر وكفايه غربه لحد كده. ورغم ان احمد اخوه نصحه انه يستمر هناك لان ده هيكون افضل ليه والمستقبل اولاده، وكامل ياخد القرار النهائي انه يستقر في مصر، وتحديدا في منتصف شهر يناير سنه 2024. وقتها احمد بيعرض عليه انهم يفتحوا مشروع سوا، لكن كامل بيرفض الفكره وخاف من الخساره، وفضل انه يشتغل مع اخوه على انه يفتح مشروع ممكن يخسر فيه تحويشه العمر. والحقيقه ان كامل ملحقش يتهنى برجوعه، لان بين رجوعه ووفاته كان 14 يوم، وكانه كان راجع يواجه مصيره.